برضو عند الاستاذ وائل وقال لي بص يا حبيبي، انت عايز تنجح كده عندك حاجتين: الالتزام والورق. هي امتع شغلانه في الدنيا، وهي اقصى شغلانه في الدنيا من ناحيه التعب، لان التعب مش بس البدني، ان انت على اعصابك طول الوقت، طول الوقت على اعصابك، دي حاجه مش سهله. ونصيحته دي هي اللي انا عايش بيها لحد دلوقتي. وبعدين لما الاقي الاستاذ نور الشريف وانا بشتغل معاه في مسجون ترانزيت، انا مستكبر جدا ان هم بيعملوا لي فيلم واسمي هيتكتب جنب اسم الاستاذ نور. يعني انا مستكبرها على نفسي، مين انا يعني واشوف راجل في منتهى الكرم وفي منتهى النجوميه وهو بيقول لهم عز يتكتب اسمه الاول، انا جاي اقف جنبه وانا جاي اقف في ظهره. انتوا مش متخيلين دي بالنسبه لي حاجه اكتر من احلامي، اكتر من ان انا كنت اتمناه. كنا بنصور في الفيوم وكانت اوضنا لازقه في بعض مع الاستاذ نور الله يرحمه ويحسن اليه. انا بصحى يعني مثلا لو كاميرا الساعه 8، فانا بصحى الساعه 6 ونص وقتها يعني. الاستاذ نور صاحي من الساعه 5 وفاتح قنوات الاخبار بصوت عالي جدا وجاهز، وبيخش اللوكيشن قبل التصوير بنص ساعه هو قاعد وجاهز. انا اتعلمت ده دلوقتي فعلا، ان الالتزام ده هو اساس النجاح قبل اي